السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا جايه لكم النهارده من مطبخ تيتا نوسة علشان هنعمل النهارده الفرخة الأمورة دي، الفرخة القمر دي هنحشيها بصل. تمام. وهنعمل بسلة بالجزر، وهنعمل سبانخ، بموت في السبانخ. وهنعمل الدقيق ده بقى عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل كش دقيق وزبادي عشان نعمل كش. وعندنا هنا البصل دون علشان هنعمل بيه هنحشي بيه برضو الفراخ، وهنعمل بيه السبانخ، وهنعمل بيه ايه؟ البسلة القمر دي. تمام. وعندنا هنا البهارات، كمون وفلفل اسود وكزبرة، وعندنا هنا توم. وخليكم معانا بقى خطوة بخطوة. دلوقتي بقى هنضرب البصل في الكبة. هنضرب البصل في الكبة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك. واللي نفسه في اي حاجه اكله كده ولا اي حاجه عايز يشوفها يقول لنا في التعليقات واحنا هنعملها له فورا طبعا. اكيد يا فنزاتنا يا حبيبي يا احبابنا. وهنضرب البصل وهنجيلكم. ودول يا جماعه 3 بصلات هنحشي بيهم الفرخه. هنحط ملح والحاجات اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. وطبعا هنقعد ندعك كده، اللي هو نقعد نفركهم في بعض كويس قوي قوي قوي. مش هنحط حبهان ومستكه ولا في الشوربه؟ مستكه والحبهان في الشوربه مش دلوقتي. اوكي بنحطهم احنا بنعملها دلوقتي. اوكي هنهرسها كويس ونجيبكم. هنحشي بقى الفرخه معاكم بالشكل ده. نخش جوه الفرخه. شايفين يا جماعه؟ بجد بيبقى طعمها تحفه. الفراخ اللي هي بتبقى محشيه بالبصل دي، البصل بيطعمها كده طعم جميل وتحفه. يا ريت كلكم تجربوها، بجد تحفه وجميله. قولوا لي في الكومنتات قلت كام مره تحفه. وطبعا بنعملها بالخله مش بنخيطها يعني، بس عادي لو انت عايزه تخيطيها خيطيها، عايزه تعمليها بالخله اعمليها. وهنحط بعد ما طبعا هنحشيها كده هنحطها في الحله عشان تتشوح. يلا هاخدكم للحله بقى. وجينا اهو في الحله يعني جينا اهو للحله، وحطينا هنا المستكه وهنحط الحبهان ودي السمونيه بتاعت الفراخ يعني وكده. خش جوه الحله تتفرجوا. شايفين؟ تمام. وهنحط بقى الفرخه سوري عشان تتشوح. وهنا بنغلي ميه للفرخه علشان تبقى ميه سخنه يعني، عشان وفيها بصل برضه. قرن فلفل، نص قرن يعني، نص قرن كده مع الفرخه. بصلايه وهنحطها على الناحيه التانيه عشان تتشوح على الناحيه التانيه. الحركات وهندلق عليها الميه اللي في البصل، الميه اللي بالبصل مش في البصل، سوري يا جماعه. عادي عادي. وهنغطش عليها وهنسيبها تستوي وهنعمل بقيه الاكل. وجيت لكم تاني عشان نعمل معاكم سبانخ والبسله. وضربنا 4 بصلات وهنقسم حبه في الحله دول، في الحله دي قصدي سوري، وحبه في الحله دي علشان نحمرهم.
او نشوحهم ايا كان يعني. وهنجيلكم بعد ما نحمرهم. وهنا دي البصله الثانيه بتاعت البسله. نقلب 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 نقلب. خشي جوه الحله وشوفي والبصله بتتقلب يا ولادي يا ولاد. دي هنحط لها الطومه. دي هنحط تومه جواها. السبانخه هنحط هننزل بحته تومه اهي. ادعولي بقى يا جماعه عشان ان شاء الله في اخبار حلوه قريب. ادعولي بقى عشان افاجئكم بيها. دعواتكم. جينا هنا بقى للكشك. هنخمره. هنحط الزبادي على الدقيق. انا بحب الكشك قوي. مين بيحب الكشك؟ طبعا دول 3 معالق دقيق وعليهم الزبدية القمر دي. وهنحط عليهم حبة لبن قد كوباية الزبادي كده برضو. وهنسيبهم بقى يتخمروا مع بعض. وهو ده الكشك. ولما بنيجي نحطه تقريبا بنحط فيه جواه بصل او توم، صح يا ماما؟ بصل بنحط جواه بصل ومن فوقيه بصل، بس انا ما بحبش من فوقيه بصل، بحب اكله كده من غير بصل. اهو يا جماعه البصله اصفرت. هننزل بالفلفل الاسود بس. الكزبره هنعملها في الطومه على الوش زي عملة الملوخيه. هنحط بقى السبانخه. هنحط بقى السبانخ. بحب ادلع الحاجات قلنا قبل كده عادي. وهننزل بكوبايه الشوربه في الحله على السبانخه. هننزل تاني كوبايه تانيه. تاخد غلوين ونحط لها الصلصه. هتاخد غلوين. دي الفرخه القمر بتاعتنا. نحط لها شويه. وجينا لكم بقى عشان نحط الطماطم. ادي كده كيس انا قسمته يا حبايبي اهو على الحلتين اهو. الطماطم دي يعني انت ايه عارفاها انت مقدارها قد ايه وبتحطيها على قد ايه. وهنسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. انا حطيت في السبانخ معلقه رز. وهنا بقى ايه معانا البصله بتاعت الكشك. بصلايه واحده وعليهم معلقتين زيت وحته من السمنه البلدي. ريحتها تحفه وجميله. البصله احمرت، بس طبعا البصله بتاعت الكشك بتحمر اكتر من البصله اللي هي بقى بتاعت الحاجات التانية يعني. وحطينا بقى حبه شوربه. وهنحط الخليط اللي احنا خمرناه. وهنسيبهم بقى ايه ياخدوا ويدوا مع بعض. وده النص التاني اللي هنحطه على الوش. بس انا ما بحبش على الوش، ما تحطيليش انا. ممكن يا مامتي؟ ممكن. وبكده يبقى خلصنا اكلنا كله مع بعض النهارده، ما عدا الرز بقى. اكيد انتوا عارفين الرز بيتعمل ازاي. وهنجيلكم بقى في النهائي في الفيديو النهائي. ودلوقتي يا جماعه بنحمر التومه بتاعت السبانخ. انا بحب ريحه التومه قوي لما تتحمر. يلا يا سترة امتى تكبري بقى وتقولي حطي لايك؟ ايه ده؟ فين طلعت ايه؟ يا توسي امتى تكبري وتقولي حطي لايك؟ وهنحط بقى الكزبرة على احلى تومة وريحتها الجميلة. واو تحفة بجد.
وهنحط بقى الثوم على السبانخ من غير الشهقه بتاعت الملوخيه. ولا السبانخ ليها شهقه؟ السبانخ ملهاش شقها يا جماعه. خلاص يا امي، خلاص اتحمرت والله اتحمرت. تحفه تحفه. حطينا الثومه خلصنا. وجينا لكم بقى الفيديو النهائي للاكل. وادي البسله بتاعتنا والفراخ والرز والكشك والمخلل والسبانخ. وده اكلنا النهارده، وده اكلنا النهارده. ريحته تحفه وريقي جري والله بجد. تسلم ايدك يا مامتي. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه الاول وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس وتستنوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.